دي أصعب وأغرب جريمة هتسمعها في حياتك، والمفاجأة إنها حصلت في مصر، ولحد النهاردة ما تعرفش مين اللي عملها. في يوم 29 ديسمبر 2005 صحى أهالي عزبة شمس الدين في مركز بني مزار محافظة المنيا على أصعب حاجة هيسمعوها في حياتهم. 10 أشخاص من 3 بيوت مختلفة ماتوا بطريقة مرعبة، وتمثل بجثثهم واتاخد أعضائهم التناسلية، والدم مسحوب من الجثث بطريقة غريبة. 3 عائلات انتهوا تماما ومفيش اي سبب او رابط بينهم، والمجرم ما سابش وراه اي اثر ولا بصمات ولا غلطه واحده. والطب الشرعي والشرطه بحثوا كتير وما لقوش اي دليل، وشكوا في البدايه في شخص من القريه عنده اضطرابات نفسيه، وقبضوا عليه فتره لكنهم افرجوا عنه لان ما كانش فيه اي دليل ضده. والشائعات بدات تطلع ان اللي عمل كده الجن والشياطين، وده لانهم لقوا طلاسم وحاجات غريبه جوه البيوت الثلاثه. وناس تانية قالت انها طقوس استحضار ارواح او استخراج اثار، لان جنبهم مناطق اثريه كتير. ولحد النهارده القضيه دي ما اتحلتش. انت بقى تفتكر ايه؟ لايك واشتراك واستنوا الجديد علشان كله مفيد.